فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت. وتتمثل الشياطين بالحيات كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها ليش؟ قالت ادخل. فلما دخل وجد على الفراش حية متطوية، فأخذ الرمح فوخزها، الرمح الذي يقاتل فيه، فوخزها فماتت. ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية ولا هذا الرجال، لأن الحية هذه صارت جنية.